في يوم كده كنت بتفرج على اي دبليو داينامايت، لقيت يا جماعه اللي على الحلبه كان داربي الان وستينج ومات هارد، وكان تقريبا هم كلهم كانوا بيضربوا في بعض، ولكن حصل عوده كانت رهيبه جدا، وهو جيف هارد رجع لاي دبليو تاني. وكنت متحمس تماما ايه اللي ممكن جيف هارد ممكن يعمله في الاي دبليو بتاع الحاجه دي كلها. المهم بصراحه عودته ده اثرت فيا جدا على فكره، فكرتني بايام كده كنا بنتفرج فيها على المصارعه، ايام ما كانت المصارعه كانت ترند في مصر. يعني الناس اللي عاشت فتره 2008 و2009 هيعرفوا ان ده السنه بتاع جيف هارد في مصر. هو بتاع جيف هارد. وطبعا يا جماعه انا بقول في مصر عشان ما يجيش ناس يا جماعه من الوطن العربي، مع احترامي وانتوا على راسي من فوق والله، بس انتوا يا جماعه في ناس كده يقول لك لا ده ما حصلش كده، ده ما حصلش مش عارف ايه. يا عم الحاج دي في مصر، انا بتكلم على في مصر، النوستالجيا اللي عندنا احنا، اللي ممكن على فكره يكون احنا كمان متشابهين في حته النوستالجيا دي برضه. والفيديو ده كله على فكره من رايي الشخصي، وفي حاجات ممكن اسقطها، فانت عادي ممكن تصحح لي تحت في التعليقات، عادي انت ممكن تصحح لي معلومه، انا ممكن اصحح لك معلومه، هنتناقش تحت في التعليقات كتير جدا. في يوم كده كنت في اولى ابتدائي وكنا في الفصل، فدايما المدرسين كانوا دايما يقول لك انت نفسك تطلع ايه، يقول لك ظابط، نفسك تطلع ايه، اطلع مهندس. يعني مثلا كان المدرس كان عندنا في المدرسه يقول لك نفسك تطلع ايه، اطلع ظابط، نفسك تطلع ايه، اطلع مهندس. كانوا يسالوا عندنا بقى يقول لك نفسك تطلع ايه، اقول له جيف هاردي. طبعا الفصل كله بيتشقلب من الضحك. ممكن زمايلي اللي في الفصل فاهمين ايه جيف هاردي، فاللي هو انت بتتريق ولا ايه وبتاع، والمدرس اصلا هو مش فاهم مين جيف هاردي مين بتاع ده. كانك بالظبط بتقول للمدرس نفسي اطلع سي جي، هو مش فاهم مين سي جي برضه. طبعا يعني كان استهزاء كبير جدا في اليوم ده، ولكن انا فعلا ما كنتش فاهم، كنت طفل عادي. يعني كنت قبل كده كنت بشوف جيف هاردي، كنت بعشق جيف هاردي، كنت بحب جيف هاردي جدا، لدرجه يا جماعه اللي انا قلت لابويا، قلت له يا بابا انا لسه لما اكبر بعيون كبيره كده بريئه بتاعه الاطفال، قلت له يا بابا انا نفسي اطلع مصارع. ولكن ابويا استهزأ بيا في الاخر وقال لي يا ابني المصارعه تمثيل. طبعا انا ما فهمتش هو مصارعه تمثيلي يعني ايه، يعني ايه ده، يعني كل ده ما حصلش، كل ده مش حقيقي، كل العداوات دي مش حقيقيه مثلا، يعني مثلا مش بيضربوا بعض في الحلبه وبعد كده بيخرجوا يضربوا بعض في الشارع برضه زي ما احنا كنا بنعمل في المدرسه، يقول لك وربنا قابلني قدام المدرسه، وكنا ايه ما حدش بيقابل بره في المدرسه ولا حاجه، بس احنا كنا بنقولها تهويشه يعني. وطبعا جيف هاردي انا عملت الحركه بتاعته دي 600 مره قبل كده، ساعات بعملها على الكنب، ساعات بعملها في الفصل، بنط كده النطه بتاعته، ولكن يعني بتبقى فيها اصابات بالغه جدا يعني، بس انا كنت بعملها مش الحركه نفسها، يعني كنت بعملها بشكل دحرجه كده. وطبعا يا جماعه سنه 2008 كان الفتره الذهبيه لجيف هاردي، فعلا احنا كنا بنحب جيف هاردي جدا في الالعاب، في العروض بتاعه الدبليو دبليو اي، ففي كل حاجه احنا حياتنا كلها كان جيف هاردي. لكن سنه 2009 بعد موسم الصيف جيف هاردي نكتشف انه مشي بسبب سي ام بانك، او انا كنت فاكر كده وانا صغير يعني انه اللي هو ايه اللي هيكسب ما بينهم هو اللي هيسيب الدبليو دبليو اي، وهو اللي هيمشي يعني من الاتحاد. فسي ام بانك كسب على جيف هاردي، وحصل اكبر حاجه انا اتاثرت بيها بصراحه وانا صغير، انا يعني كان مشاعري جياشه شويه زمان. ومن ساعتها يا جماعه انا كنت بكره سي ام بانك في الفتره دي كره العمى، وبالذات لما ظهر الابلبس جيف هاردي عشان ايه بيستهزأ بينا يعني وبتاع والكلام ده كله. فدي بصراحه كان ذكرياتي مع جيف هاردي. مش هقدر اتكلم عن مسيره جيف هاردي غير لما اتكلم عن اخوه مات هاردي. هما الاثنين بداوا بشكل رسمي في الدبليو دبليو اي سنه 98. هو مش بالظبط 98، ولكن بداوا يظهروا في سنه 98 عشان قبليها كانوا بيلعبوا كجوبرز بس في اوائل التسعينات وفي نص التسعينات. ولو انت ما تعرفش يعني ايه جوبرز ده اللي هو الشخص اللي دايما بيتضرب. فانك الابن خد جيف هاردي ومات هاردي ودربهم وخلاهم ان هم يظهروا في الدبليو دبليو اي، وفعلا بداوا يظهروا في الدبليو دبليو اي سنه 98 وكسبوا بطوله العالم للفرق. يعني هم حتى ما كملوش السنه وكسبوا الالقاب دي، وده يدل على حاجه، يدل على ان هم كانوا بيدوا فرص للشباب غير دلوقتي خالص. الواسطه يلا ادفن ده وادفن ده، ادفن عشان ابن عم الروك يتبسط بالالقاب، عشان ابن عم الروك يكسب الاسكا تشيف بتاعنا. Acknowledge me. Acknowledge me. Acknowledge me. Acknowledge me. Can acknowledge me. Acknowledge me. مين ده؟ قوم يلا اعمل لنا شاي. Acknowledge me. وفي سنة 99 بدأوا يظهروا بفرقة مستقلة تانية، كان هم الهاردي بويز، ولكن مع الشخص اللي كان شبه اندرتيكر ده، انا مش فاكر اسمه بصراحة بس هو شكله مرعب. يعني في الوقت اللي هم كانوا فيها فرقة مكروهة ظهروا في ماتشات كتيرة، اللي هو كان التاج تيم برضو كان ايدج وكريستيان والدبليو بويز. وتعرفوا يا جماعة العداوات دي ايه بالظبط، ويعتبر ده من اهم كلاسيكيات الدبليو دبليو اي، مع انه كانوا كلهم ميد كارد، كلهم كانوا محبوبين، كلهم كانوا الناس بتحبهم جدا. لعبوا في السمر سلام دي ال سي، ولعبوا كمان في الراسل مينيا.
مانيا، يمكن من افضل نسخ راسل مانيا اللي انا شفتها. وفي سنه 2000 بداوا يعملوا فرقه، والفرقه دي كانت محبوبه ولكن بتواجد ليتا. سنه 2002 جيف هاردي اضطر ان هو يسيب الدبليو دبليو اي ويروح للتي ان اي، وده بسبب تحليل المنشطات، واكتشفوا ان جيف هاردي كان يعني بياخد منشطات والكلام ده كله. واللي انتوا ما تعرفوش المنشطات ده بيتم ادمانها. يعني بعد كده جيف هاردي ساب الدبليو دبليو اي وقتها وراح التي ان اي، ومات هاردي فضل هو في الدبليو دبليو اي. وبصراحه يا جماعه مات هاردي كان فرديا كان كويس جدا، ولكن الدبليو دبليو اي ما كانش بتدفع فيه، يعني ما كانش مقدرينه، ما كانوش بيدوا له قصص حلوه. فالمهم جيف هاردي كان متالق جدا في التي ان اي، جمهور التي ان اي كانوا بيحبوه جدا، وعمل فعلا فتره كويسه جدا مع التي ان اي لغايه لما رجع سنه 2006. مات هاردي وقتها في الدبليو دبليو اي يعني ما كانش قد كده، يعني برضو زي ما انا قلت لكم ما كانش بيدوا له قصص عدله، ما كانش بتاع. فاكرين انتوا العداوه اللي كانت ما بين مات هاردي وما بين كين، واللي يكسب يتجوز ليتا؟ يعني ايه العداوات دي يا جماعه؟ يعني بجد وانتوا ايه بالظبط؟ ولكن نقدر نحسب له ان العداوه اللي كان بينه وبين ايدج بسبب ليتا يعني كانت من افضل العداوات بصراحه اللي كان في كارير ايدج وكان في كارير مات هاردي، كانت عداوه حقيقيه وصادقه جدا. فالمهم جيف هاردي رجع الدبليو دبليو اي تاني بعد غياب طال 4-5 سنين مثلا، وقدروا ان هم يكسبوا القاب الفرق سنه 2007، ودخلوا في عداوه مع اللي هم كانوا جون موريسون واللي هو التاني ده. ولكن يا جماعه هنبتدي نخش في سنه 2008 من اكتر اللحظات اللي جيف هاردي ومات هاردي كانوا في قمته. لقب الاي سي دبليو كان مع مات هاردي، والدبليو دبليو اي مع جيف هاردي. كان بالنسبه لي بصراحه هي اكتر سنه خدوا فيها فعلا حقه، والى حد ما كانوا هم وجهه الدبليو دبليو اي وقتها. ولكن مع الرويال رامبل سنه 2009 مات هاردي ينقلب على جيف هاردي لما كان داخل في عداوه مع ايدج، وايدج كسب بحزام الدبليو دبليو اي. بينه وبينكم بصراحه العداوه اللي كان ما بين مات هاردي وجيف هاردي كان كويس، مش هقدر اقول يعني ان هي عظيمه، او مش هقدر اقول ان هي لا كانت العداوه وحشه، لا بالعكس العداوه مقبوله جدا والعداوه كويسه. لو اتعملت دلوقتي هيبقى العداوه كويسه جدا في ظل الخرا اللي احنا بنشوفه في الدبليو دبليو اي دلوقتي. دخلوا في عداوه في الراسل مانيا 25 وعملوا الى حد ما ماتش كويس جدا، كسب مات هاردي. ولكن في الباكلاش اللي بعد الراسل مانيا يقدر يكسب على مات هاردي في الاخر. فاكرين انتوا الماتش لما هو كان مربوط في الترابيزه كده وكان بيقول هاي كويت وبتاع ومش عارف ايه الكلام ده كله؟ سيبكوا بقى من كل ده. لكن في لحظه صادمه يصرف الشنطة على جيف هاردي ويكسب بطولة العالم للمرة الثانية. ولكن في عرض الباش قدر جيف هاردي ان هو يكسب على سي ام بانك. ولكن في عرض سماك داون كان قدم برومو قدام جيف هاردي وقدام الناس كلها ان جيف هاردي كان اصلا شخص متعاطى المخدرات، واللي انت خطر على الناس دي كلها، لان هو اصلا فعلا جيف هاردي كان بيعاني من الادمان. وبعد كده دخلوا في عداوة كان في النايت اوف شامبيونز. جيف هاردي قدر برضه يحتفظ باللقب بتاع بطولة العالم. اتحددت ماتش، ولكن مش الماتش الاخير ما بينهم، كان في السمر سلام سنة 2009، كان من نوع تي ال سي، من اروع الماتشات اللي انت ممكن تشوفها. ولكن سي ام بانك يقدر ان هو يكسب بطولة العالم. ولكن فجأة بدون اي مبرر اندرتيكر يظهر ويهجم على سي ام بانك. ما تسالنيش طب انا عاوز افهم حاجه، هو ليه اندرتيكر ظهر؟ ما اعرفش. طب هو ليه عاوز يخش معاه في عداوه؟ ما اعرفش بقى. المهم دخلوا في اخر ماتش ما بينهم كان من نوع ستيل كيج، واللي يخسر في الماتش ده كان هو اللي يمشي من الدبليو دبليو. وبالفعل سي ام بانك يكسب ويحتفظ بالحزام، وجيف هاردي يسيب الدبليو دبليو. ولكن مسيره جيف هاردي ما انتهاش، راح التي ان اي تاني وعمل برضه شغل حلو وكله تمام، ومات هاردي حصله على التي ان اي. ولكن من ابرز الحاجات اللي ممكن عملوها هم الاثنين في التي ان اي وهي البروكن هارديز. انا بصراحه يا جماعه زمان وانا صغير كنت بقول ان اندرتيكر هي شخصيه لا تموت، وان ما فيش حد ممكن يقدر يعمل شخصيه او كاركتر بالشكل ده. ولكن يا جماعه لما شفت البروكن هارديز قلت طب ما هو طب امال ليه الدبليو دبليو كان بتظلمهم طول السنين دي كلها؟ المهم استمرت نجاحاتهم، وعلى فكره بسبب الفرقه دي ناس بدات ترجع تتفرج على التي ان اي تاني، واجبروا الدبليو دبليو ان هم يوقعوا معاهم سنه 2017 لما رجعوا في الراسل مانيا 33. من هنا بقى حسيت ان في حاجه غلط يعني. ولكن انا كنت شاكك في الدبليو دبليو بصراحه، انا شاكك في الراجل النجس ده. فتره الهاردي بويز مع الدبليو دبليو كانت فتره منسيه بالنسبه لي. بيني وبينكم بصراحه انا مش عاوز افتي يعني، لان انا ما اعرفش الفتره دي. ولكن من اكتر الحاجات اللي انا كنت فاكرها العداوه اللي كان بين البروكن وبين براي وايت لما عملوا فرقه مع بعض حاجه زي كده، وعداوه جيف هاردي مع شيمس كان في الباكلاش بتاعت سنه 2020. ولكن يا جماعه في وسط ما انا بتفرج على الراسل مانيا بتاعت 2019 فكرت ان الهاردي بويز كانوا عاملين زي الميد كارد يعني، ولا انت بتعاملهم كانهم ناس فعلا اساطير، هم ناس فعلا في المصارعه واثبتوا نفسهم في كذا موقف قبل كده عادي ان هم فعلا ناس ليجندز. هو ولا اقتنع بكل ده، وبرون سترومان القوي الحلو الجميل بتاعنا وقعهم في الاخر، وبرون سترومان كسب بالباتل رويال.
ده عذاب ايه ده بس يا ربي، رب خلصني من الراجل ده، نفسي اشوفه، بس نفسي اشرب قهوه على جنازته، ولا اقول لك مش عاوز اصرف ثمن البن يا اخي. المهم اكتر حاجه انا كنت فاكرها لجيف هاردي بالذات وهو في السرفايفر سيريز سنه 2021. العرض كسرفايفر سيريز كانت حلو، وكان فعلا الماتش الاخراني كان حلو، ولكن كانوا اخر اتنين عرض سماك داون وعرض الرو، يا ترى مين هيكسب، سيث رولينز ولا جيف هاردي؟ الناس كلها كانت بتشجع جيف هاردي، ولكن انا مش هقول اكتر من كده، مش عاوز اشتم كتير ولا عاوز يعني عشان برضو ايه ممكن يكون في ناس بتتضايق من الشتايم وكده، ولكن انا لو منكم كنت اديت واحده اسكندراني دلوقتي. ما شفتش جيف هاردي تقريبا من بعديها، وكان في اقاويل او كان في اخبار يعني كانت بتقول ان WWE اكتشفت في فحص المنشطات ان جيف هاردي كان بيتعاطى برضو بعض المنشطات، وادى الى ذلك ان WWE طردت جيف هاردي. ولكن برضو كان في بعض الاخبار كانت بتقول ان هم لما حللوا جيف هاردي ما لقوش ان هو كان بيتعاطى مخدرات ولا حاجه. الله اعلم، ما اعرفش هل هو فعلا الدبليو دبليو اي الحاجه الصحيه بتاعتهم اكتشفت ان جيف هاردي فعلا كان بيتعاطى ولا ما كانش بيتعاطى، ولكن الدبليو دبليو اي خدتها بس حجه ان هو يمشي وخلاص. جيف هاردي كان شخص مميز، من اكتر المصارعين الاندر دوجز اللي انت ممكن تشوفهم في الحياه عموما. لغايه يا جماعه لما قلت اللحظه اللي كانت في اول الفيديو، من اكتر اللحظات اللي انا فعلا اتضايقت واستقت فيها لجيف هاردي وهو لما دخل في عداوه مع ستينك او دخل في ماتش مع ستينك وهو سكران. من هنا حسيت جيف هاردي فعلا كان في الهاويه، وبدا فعلا جيف هاردي ما نحسش ان هو جيف هاردي اللي احنا نعرفه. مالك يا جيف هاردي؟ والله احنا بنحبك، ليه بتتعاطى مخدرات وليه؟ هل انت بتحس بالاكتئاب؟ ثم كمان لو انت حسيت بالاكتئاب ما تبص على الناس، بص على الناس اللي بتحبك. بس يا جماعه فعلا انا ما يهمنيش ان هو مدمن مخدرات، ولا يهمني تعامل الدبليو دبليو اي معاه، ولا يهمني جيف هاردي نفسه. ايه رايك بقى؟ بس تعرفوا ايه اللي ممكن يهمني؟ اللي يهمني الطفل اللي قدامكم اللي بيحب المصارعه. ليه احنا بنحب جيف هاردي؟ هو ولا ضخم قوي، ولا هو صغير جدا، ولا هو برضه هوائي زي اللوتشا ليبري مثلا، ولا هو عنيف قوي زي اليابان، ولا هو في مدرسه التكنيكال. انت ما تعرفلوش هو ايه. جيف هاردي هو فعلا تحس ان هو انتحاري، ينط لك من اعلى سلم، من اعلى اي حاجه وينط ولا همه اي حاجه. هو جيف هاردي ما عندوش سلطه ان الدبليو دبليو ممكن تدفع فيه، ولا هو امكانياته محدوده، بالعكس امكانياته فعلا كان قويه جدا. اثبت في كذا موقف ان هو فعلا ليجند، بس هي المخدرات هي اللي دمرته. ولكن يا جماعه احنا بنحب جيف هاردي لانه اندر دوج. انا عارف ان الفيديو ده ممكن يبقى استثنائي، ما اتكلمناش عن الجيمنج، ما اتكلمناش على اي حاجه، ولكن يعني عاوزين برضو ايه نفصل بين الاثنين، ساعات اتكلم عن المصارعه ساعات اتكلم عن الجيمنج، يعني نبقى نشوف برضو الدنيا. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، ولو انت لسه اول مره تشوف الفيديو ده دلوقتي ولسه اول مره تعرفني، انا بستول زي ما انت شايف كده، بتكلم عن المصارعه، بتكلم عن الجيمنج. وشكرا جدا جدا على التعليقات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. سلام عليكم.